السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في قناة ويز نسمة. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض فصل القصة التاسع بعنوان أمل هذا الليل من فجر من كتاب الأضواء تاني إعدادي ترم تاني 2023. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وأي حد فايته الفصول اللي فاتت حلينا مع بعض الفصل الثامن وحلينا كمان الفصل السابع. هسيبه لكم دلوقتي في علامة الآي تقدروا تدخلوا وتشوفوهم، وكمان هسيبه لكم في اول تعليق مثبت وان شاء الله تستفادوا. هنبدا دلوقتي مع بعض حل الفصل التاسع، بس قبل ما نبدا انزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان ما ننساش ان في هنا حل تدريبات علوم للصف الثاني الاعدادي. يلا بينا نبدا. اول حاجه بيقول لي خير الصواب لما يلي مما بين القوسين. الف، طلاب الجاهل المزيف خضعوا لرغبات المستعمر الإسرائيلي ولا الفرنسي ولا الإيطالي ولا البريطاني؟ طبعا خضعوا لرغبات المستعمر البريطاني. ب بيقول لي قامت ضباط الأحرار بالثورة عام 1948 ولا 1950 ولا 1951 ولا 1952؟ طبعا احنا عارفين ان الثورة 23 يوليو 1952. ج بيقول لي دخل الجيش المصري أرض فلسطين لتخليصها من فرنسا ولا أمريكا ولا اليهود ولا بريطانيا؟ طبعا اليهود. ده اللي بيقول لي هجم اليهود على حامية الفالوجة بجيش عدده 12,000 ولا 11,000 ولا 13,000 ولا 14,000؟ طبعا ايه 11,000. تمام. ندخل على نوع تاني من الأسئلة، وبيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة غلط أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي. بيقول لي ألف، تمتعت مصر باستقلال ظاهري بعد إلغاء الحماية البريطانية عنها. طبعا صح، استقلال ظاهري ليه؟ لأن بريطانيا طبعا تمسكت ب4 تحفظات. ب بيقول لي قامت ثورة الضباط الأحرار عام 1881. طبعا لسه قايلينها فوق غلط، قامت ثورة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952 ميلادية. ج بيقول لي ابتليت مصر بانحراف الأحزاب بعد إلغاء الحماية وإعلان الاستقلال. طبعا صح، كان كل حزب همه المطامع الشخصية وتحقيق أهدافه، وكانت الدولة منهارة. تمام. ده اللي بيقول لي حاول المقربون من الملك مساعدة الجيش المصري بإمداده بأسلحة. طبعا غلط، هم وردوا أسلحة فاسدة. ه بيقول لي كانت ضباط الأحرار يرقبون الفرصة ليقوموا بثورة 23 يوليو. طبعا صح، يعني ينتظرون الفرصة. تمام. ثالث من الأسئلة، وبيقول لي تخير لكل عبارة مما يلي ما يناسبها من البطاقات التي أمامها. ألف بيقول لي لم تستمتع باستقلالها عن بريطانيا إلا بالمظهر الخارجي. طبعا هي مصر. ب بيقول لي بدأت تتصارع على الحكم بعد إلغاء الحماية البريطانية عن مصر. طبعا هي الأحزاب السياسية. ج بيقول لي حامية مصرية وقفت أمام اليهود في فلسطين صامدة ثابتة. طبعا هي حامية الفالوجة. ده اللي بيقول لي كانوا يعملون في كتمان شديد وينتظرون الفرصة للقيام بالثورة. طبعا هم الضباط الأحرار. تمام. يبقى نقول تاني كده: ألف مصر، ب الأحزاب السياسية، ج الفالوجة أو حامية الفالوجة، د الضباط الأحرار. كده بيقول لي أكمل العبارات الآتية. ألف، لم تستمتع مصر بإعلان استقلالها. طبعا لأن بريطانيا ظلت متمسكة بالتحفظات ال4 وهنقولهم دلوقتي. ب بيقول لي من مظاهر انحراف الأحزاب في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952. طبعا هنقول له التصارع من أجل الحكم والخضوع لرغبات المستعمر وضغط عليهم المطامع الشخصية. تاني، أول حاجة التصارع من أجل الحكم، الخضوع لرغبات المستعمر وضغط عليهم المطامع الشخصية. ج بيقول لي أعلنت ثورة يوليو حق الشعب في حريته وفي الحياة الكريمة وفي مواكبة التطور. تاني، أعلنت ثورة يوليو حق الشعب في حريته وفي الحياة الكريمة وفي مواكبة التطور. ده اللي بيقول لي احتكر نقط توريد الأسلحة للجيش وقدموا له نقط. طبعا احتكر المقربون من الملك توريد الأسلحة للجيش وقدموا له أسلحة فاسدة. وبكده نكون خلصنا الأكمل، ودلوقتي هنخش على الأسئلة المقالية. بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية. ألف، ما التحفظات ال4 التي جاء ذكرها في العبارة الأولى من هذا الفصل؟ طبعا احنا كنا أخدنا التحفظات في الفصل اللي قبل ده اللي هو الفصل الثامن. أول حاجة: 1 تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية. 2 الدفاع عن مصر ضد أي تدخل أجنبي. 3 حماية الأقليات اللي هم الأجانب. 4 معالجة مسألة السودان في مفاوضات تالية بين البلدين.
تمام، دي التحفظات. يقول لي ماذا تعرف عن قصة الأسلحة الفاسدة ومن الذين زودوا الجيش المصري بها؟ طبعا هي أسلحة قام بعض المقربين إلى الملك احتكار توريد الأسلحة للجيش وتقديم أسلحة فاسدة لهم. يبقى مين اللي وردها؟ طبعا بعض المقربين إلى الملك. تمام. بعد كده جيم بيقول لي متى قامت الثورة المصرية ومن الذين قاموا بها؟ طبعا قامت الثورة المصرية في 23 يوليو 1952 والذين قاموا بها هم الضباط الأحرار. يبقى قامت في 23 يوليو 1952 والذين قاموا بها هم الضباط الأحرار، وناخد بالنا من التواريخ كويس جدا. تمام. ده اللي بيقول لي وضح أحوال الأحزاب المصرية بعد إلغاء الحماية البريطانية. طبعا هقول له كده حيث انحرفت الأحزاب وطغت الأهواء والمطامع الشخصية على زعماء العرب وقادتها ورجالها، وأصبح هم كل حزب أن يحطم الحزب الآخر أو أن يصل إلى مقاعد الحكم مهما كانت الغاية والوسيلة. تاني، انحرفت الأحزاب وطغت الأهواء والمطامع الشخصية على زعماء العرب وقادتها ورجالها، وأصبح هم كل حزب أن يحطم الحزب الآخر أو أن يصل إلى مقاعد الحكم مهما كانت الغاية والوسيلة. تمام؟ لماذا دخل الجيش المصري أرض فلسطين؟ طبعا هقول دخل الجيش المصري أرض فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود. دخل الجيش المصري أرض فلسطين لتخليصها من عصابات اليهود. على الفصول من الفصل السابع لحد الفصل التاسع بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. أصدر مصطفى كامل صحيفة اللواء ولا الرائد ولا الوقائع ولا العروة الوثقى؟ طبعا أصدر مصطفى كامل صحيفة اللواء. 2. المقصود من عصري الأمة المسلمون والمسيحيون ولا المسلمون ولا اليهود ولا المسلمون وأمريكا ولا العمال والفلاحون؟ طبعا احنا عارفين من الفصل اللي قبل ده اللي هو الفصل الثامن إن المقصود من عصري الأمة المسلمون والمسيحيون. بعد كده بيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. حاول المقربون من الملك مساعدة الجيش المصري بالأسلحة في حرب فلسطين؟ طبعا غلط. 2. حقق اليهود نصرا عظيما في الفلوجة؟ طبعا غلط، لأن حامية الفلوجة انتصروا وظلوا صامدين. تمام. جيم بيقول لي أجب عما يأتي. لماذا ألغت بريطانيا حمايتها عن مصر؟ طبعا ألغت بريطانيا حمايتها عن مصر بسبب قيام الشعب بثورة ومقاطعة البضائع الإنجليزية. بسبب قيام الشعب بثورة ومقاطعة البضائع الإنجليزية. بعد كده بيقول لي الأحزاب السياسية سلاح ذو حدين. وضح، يعني ممكن تكون فايدة وممكن تكون ضارة. هقول له طبعا إذا تماسكت الأحزاب واتحدت من أجل المصالح الوطنية كانت هذه فائدة للبلاد، أما إذا تصارعت من أجل الوصول إلى الحكم سيؤدي ذلك إلى انهيار البلاد أو انهيار الدولة. تمام؟ فبالتالي هي سلاح ذو حدين. تدريبات الفصل التاسع أما لهذا الليل من فجر، وإن شاء الله مكملين مع بعض في حل التدريبات. اللي عنده أي سؤال يكتب لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان نوصل ل 10,000 مشترك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك، واللي عنده أي سؤال الكومنتات مفتوحة دايما وإن شاء الله هجاوب عليه.